ام فاروق، الولية ماشية سرحانة كده ليه يا ام فاروق؟ نعم يا اختي، عايزة ايه؟ انا عملت قناة جديدة اسمها زغلول وحرم المصون، اشتركي وخلي الحبايب يشتركوا. الصبح على الصبح يا ولية، واقفلي الشباك الجو برد. كده يا ولا ابوك صح. أول ما كلمتني جيت لك جاري، عرفت إن في أخبار سعيدة. ده انت وش السعد عليا، عرفت ان البصل وصل 40 جنيه. حظك الحلو يا زغلول، يا ريتني شاركتك. ده هتبصلي في المصلحة يا ابو الصحاب. ما تحملش هم، انا هخليك للسكر. خلاص اتفقنا، قول لي بقى ناوي تعمل إيه؟ عايز الحق ابيعه قبل ما تقفش، ده انا كده هكسب مكاسب ايه مهولة. ده انا كنت شارب 10 جنيه. يا حظك الحلو يا زغلول، شوف دلوقتي وصل كام، ده أنت هتبقى ملياردير. يا عم انت هتقر عليا، شوف لي بقى حد من التجار اللي انت تعرفهم الكبار يجي يشيل البصل كله. عناية يا صاحبي، هجيب لك البهنساوي كبير تجار البصل. خليه يستنى شوية بس. ليه يا عم ما أنت مستعجل؟ اصل الولية عايزة بصل، وقلت لها هجيب لك البصل لو من اخر الدنيا. هروح ارمي لها كده شوالين يفرحوها وبعدين نخلص المصلحة دي. اوعى يا زغلول، اوعى تكشف أمرك. يا عم ما تعرفش اي حاجة، قلت لك ده انا قلت لها هجيب لك بصل من اي حد كده من اللي حوالين. خلاص ماشي، نتفق هنا كمان شوية مع البهنساوي. يا حلاوتك. انا همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الولية، وشوية وجاي لك يا صاحبي على طول. هو استحالة زغلول يجيب بصلة ب40 جنيه. ده كان ب10 جنيه ومستغليه. والنبي حاسة ان هو طفش. مش معقول يا ماما بابا يطفش. هو بس ممكن يجيب 2 كيلو بصل، 3 كيلو بصل، انما يجيب بصل السنة كلها؟ غريبة يعني. ادينا مستنيين وهنشوف. يو. انا عارف انكم ما كنتوش مصدقين ان هجيب لكم بصل. رأي يا ولية انت وبنتك هتفضلوا متنحين ليا كده؟ ده في كمان شكارة تحت معرفتش اجيبها. انا هسيبكم في حالة الذهول دي وهمشي بقى عشان عندي شغل. ولو عوزتي بصل تاني يا ولية قوليلي، ده انا بيع هدوم واجيبلك. سلام عليكم. بنتي يا زقريدة، قلبي مش مستريح، ابوكي ده وراه سر. وهنكشف السر ازاي؟ بيحكي كل حاجة لصاحبه العطار، وانا عارفة عن صاحبه سر لو قلتهوله هيفتن على زغلول على طول. سر ايه يا ماما؟ بس يا بت مالكيش دعوة انتي، صبرك عليا يا زغلول. ده انا جيت جاري عشان نلحق ميعادنا مع البهنساوي. كلمته وجاي دلوقتي. سلام عليكم، فين الراجل اللي عايز يبيع البصل؟ اصل انا مستعجل. هو الراجل ده ماله بيتكلم كده ليه؟ انت متأكد انه تاجر بصل؟ يا عم أيوة، نطول بالك بس. يا سيدي انا عندي من البصل اطنان وهبيع الكيلو ب40 جنيه. لا يا سيدي، انت شكلك اول مرة في الشغلان. البصل ب40 جنيه في السوق، لكن انا كتاجر هاخده اقل من كده. ايوه، شفت نفسك عليا لما عرفت اني ماليش فيها. بقول لك ايه، انا مش هبيع غير ب40 جنيه. خليه عندك عادي يعني. يعني ايه خليه عندي؟ انا مش هتشتري؟ انا لو هشتري منك هشتريه ب35 جنيه وهبقى كرمك وعامل معاك الواجب. انت جايب واحد يضحك عليا ولا ايه؟ وبعدين تنصصوا مع بعض. عيب عيب يا زغلول، ما تقولش كده. هو كلامه صح، يعني هو يشتري منك ب40 ويروح يبيعه بكام وهو أصلا ب40؟ قلبي واجعني ومش مطمن. اجمد، ده احنا لسه قدامنا السكر. اوعى يكون ده كمان تاجر سكر. لا يا سيدي ما تقلقش، ده البهنساوي بتاع البصل، أما التاني المستكاجو بتاع السكر. على بركة الله. فلوسك جاهزة عشان تاخد البصل من المخازن. دام يا سيدي أطنان يبقى المبلغ كبير، يبقى بكرة بقى إن شاء الله. اوعى تتأخر عليا، لو اتأخرت هبيعه لحد تاني. لا يا سيدي أنا مش هتأخر عليك، استناني عند غروب الشمس. غروب الشمس يا عم؟ انت هتقابل خطيبتك. دمك خفيف يا معلم زغلول. انا قصدي تبقى الرجل هادية شوية وما نتقفش. انا مش قلتلك جديد في الشغلانة. معلش يا سيدي، بكرة نتعلم. انا همشي بقى واستنى بكرة، وجهز معاك شوية رجالة يشيلوا البصل غير الرجالة اللي انا هجيبهم. انا موافق، بس انت اللي هتحاسبه. ماشي يا راجل يا بخيل، قصدي يا راجل يا طيب، سلام عليكم. اوعى تسيبني يا صاحبي، لازم تحضر وتبقى معايا. عيب، هتلاقيني معاك خطوة بخطوة. تمام ان شاء الله، نتقابل بقى بكرة.
استنوا الحلقة الجديدة لأنها هتبقى الحلقة الأخيرة، هتكون فيها مفاجآت كتير.